السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين حكايات شمس. النهاردة هنكمل رحلتنا في بيوت من نور. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حب العمر السيدة خديجة، والنهاردة هنتكلم عن السيدة اللي جات في وقت صعب جدا علشان تداوي جرح عميق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن السيدة سودة بنت زمعة اللي بنسميها صاحبة الروح الطيبة. عارفين يا بنات، بعد وفاة السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة صعبة جدا اتسمت عام الحزن. البيت كان فاضي والبنات كانوا صغيرين ومحتاجين رعاية. هنا ظهرت السيدة خديجة في الحكاية بس بطريقة تانية. خولة بنت حكيم راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ النبي سألها: ومن؟ قالت له: سودة بنت زمعة. السيدة سودة ما كانتش صغيرة في السن ولا كانت بتبحث عن شهرة، دي كانت أرملة مهاجرة صابرة وقلبها مليان حنية. السيدة سودة دخلت بيت النبي مش بس كزوجة، دي دخلت كأم لبناته وكوانيس ليه. كانت معروفة بخفة دمها وروحها الحلوة، وكانت بتعرف تضحك النبي صلى الله عليه وسلم في عز همه. من أجمل مواقفها إنها لما كبرت في السن وحست إن النبي صلى الله عليه وسلم متعلق أكتر بالسيدة عائشة رضي الله عنها، عملت حاجة ما في ست تقدر تعملها بسهولة. اتنازلت عن يومها للسيدة عائشة. ليه؟ عشان بس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم راضي ومبسوط. ده قمة جبر الخواطر وقمة الحب، انك تضحي بحقك علشان اللي بتحبيه يعيش مرتاح. يا بنات، السيدة سودة بتعلمنا ان الجمال مش بس جمال الوش وصغر السن، الجمال الحقيقي هو جمال الروح اللي بتريح اللي قدامها. بتعلمنا اننا نكون جابرين للخواطر في بيوتنا. شوفي مين في حياتك محتاج كلمة حلوة، مين محتاج تضحي عشان خاطره بحاجة حتى لو بسيطة علشان تسعديه. كوني في بيتك زي السيدة سودة، الروح اللي بتضحك والقلب اللي بيحتوي. عارفين كمان السيدة سودة ما كانتش بس ست عاقلة، دي كانت بتهزر مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان تضحكه. في يوم من الأيام وقفت تصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم التهجد، والنبي طبعا كان بيطول جدا في الركوع والسجود. تاني يوم الصبح السيدة سودة راحت للنبي وقالت له بمنتهى العفوية: يا رسول الله، لقد ركعت بي البارحة حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر دما. يعني من كتر ما ركوعك كان طويل انا فضلت ماسكه مناخيري جامد وانا وراك علشان خفت تنزف من طول الوقفه والركوع. عارفين النبي عمل ايه؟ قعد يضحك من قلبه. شفت الجمال؟ الدين مش بس عبادة، الدين مش بس عبادة صامتة، الدين روح وحياة. السيدة سودة كانت عارفة ان النبي شايل هموم الأمة كلها، فكانت بتحاول بكلمتها الحلوة ومواقفها العفوية انها تخفف عنه. يا ريتنا كلنا في بيوتنا يكون في سكن وبسمة زي أمنا سودة. في ناس مفكرة ان حياة امهات المؤمنين كانت طول الوقت صمت ووقار بس، لكن الحقيقة انهم كانوا بيعيشوا مواقف انسانية تخلينا نحبهم اكتر. يعني هحكي لكم موقف طريف. في يوم السيدة عائشة عملت أكلة اسمها حريرة، يعني حاجة زي المهلبية أو الخزيرة كده، وراحت بيها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عند السيدة سودة. السيدة عائشة قالت لسودة: كلي. فالسيدة سودة كانت شبعانة او مش عايزة تاكل، فقالت لها: لا مش هاكل. فالسيدة عائشة بدمها الخفيف قالت لها: والله لا تاكلي او لا ألطخن وجهك، يعني لو ما كلتيش هدهن وشك بالاكل ده. فالسيدة سودة صممت وقالت: مش هاكل. عارفين السيدة عائشة عملت ايه؟ راحت واخدة حتة من الاكل وبايديها دهنت وش السيدة سودة. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيتفرج وبيضحك جدا من قلبه. وعشان النبي هو العدل كله عمل ايه؟ راح واخد حتة من الاكل وحطها في ايد السيدة سودة وقال لها: التخي وجهها انت كمان، يعني رد لها الحركة وادهني وشها انت كمان زي ما عملت لك.
وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهو شايف أمهات المؤمنين بيلعبوا بيهزروا مع بعض، والجو كله بهجة وسعادة. شفتوا العظمة؟ السيدة سودة رغم انها كانت اكبرهم سنا، لكن روحها كانت جميلة ومتقبلة للهزار. المواقف دي بتعلمنا ان الغيرة بين الستات ممكن تتحول لخفة دم وحب، لو في راجل عظيم وحكيم زي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف يحتوي الجميع بضحكته وعدله. يا ريتنا نتعلم من امنا سودة اننا ما ناخدش كل حاجة على اعصابنا، ونخلي روحنا حلوة في بيوتنا ومع ضرايرنا لو في ضراير، او حتى مع اهل جوازنا. السيدة سودة عاشت سنين طويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلت طول السنين دي هي الست الزاهدة اللي الدنيا مش في قلبها ابدا. بيحكوا ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثناء خلافته بعت ليها غرارة شوال او كيس كبير مليان دراهم فضة كهدية ليها. السيدة سودة سألته بعفوية: ما هذا؟ قال لها: دراهم. ضحكت وقالت: في الغرارة مثل التمر؟ يعني ايه ده؟ انتوا باعتين الفلوس كأنها تمر كتير كده. وعلى طول وهي في سنها الكبير ده امرت بتوزيع الفلوس دي كلها على الفقراء والمساكين في وقتها، ما خلتش لنفسها درهم واحد. دي كانت السيدة سودة، عاشت وماتت وايديها سخية وقلبها ابيض. توفت السيدة سودة في أواخر خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب تقريبا سنة 22 هجرية في المدينة المنورة. ولما ماتت سابت وراها سيرة طيبة وبيت كان دايما مليان بالضحكة الصافية والوجود. السيدة سودة علمتنا ان الست ممكن تكون سند بكلمتها وسكن بروحها وقدوة بزهدها. رحلت السيدة سودة وراحت للحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ضحت بيومها في الدنيا علشان ترضيه، فربنا أرضاها في الآخرة وجمعها بيه في جنات النعيم. يا ريت كل واحدة بتسمعني النهاردة تاخد من السيدة سودة صفة واحدة: اجبري خاطر حد، يعني تصدقي بحاجة بتحبيها او اضحكي في وش حد، اضحكي في وش اللي حواليك بنية الصدقة. الله يرحم أمنا سودة ويجمعنا بيها وبأمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ودي كانت حكايتنا عن أمنا سودة، الست اللي دخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. استنوني في الحلقة الجاية، هنروح لبيت جديد وحكاية جديدة مع بنت الصديق السيدة عائشة. لحد ما نتقابل سبتكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.